بعد 8 أشهر من البحث المتواصل عن طفل سعودي اختفى أثناء لعبة لكرة القدم في قرية بمنطقة جازان. علمت أسرة الطفل قبل أيام أنه نزيل في دار الأيتام تابع لإحدى المحافظات اليمنية، بعد أن تم ترحيله بالخطأ إلى اليمن. وأنا ليس خطأ، ربما عمد وجهل وعدم يعني أنا ما أبغى أعصب كثير لأن الموضوع محزن. طبعا لم يتمكن ذويه من إعادته للسعودية حتى الآن. تصريحات المسؤولين في هذه القضية أشد غرابة، إذ قال السفير خادم الحرمين الشريفين لدى صنعاء أحمد الحمدان لصحيفة عكاظ الأربعاء الماضي أنه سيتم مباشرة ملف الطفل خالد قريبا للتأكد من رواية الأسرة السعودية، ولم يحدد موعدا لمتابعة هذا الموضوع. قريبا لا أدري متى هو، يعني متى القريب عند السفير؟ يعني هذه قضية مفروض يتحرك لها سريعا. عموما من جانب آخر أكد الناطق الإعلامي لحرس الحدود في منطقة جازان العقيد عبد الله بن محفوظ لصحيفة عكاظ أن المقبوض عليهم من المتسلين يتم تسليمهم إلى إدارة الوافدين يتتولى ترحيلهم وفق الطرق النظامية. من جهته أكد الناطق الإعلامي لشرطة جازان النقيب عبد الله القرني بأنه لا يتم ترحيل أي شخص إلا عن طريق الجوازات. أنا الحقيقة هنا أود أن أوجه شكري وتقديري لزملائي في صحيفة عكاظ، يعني هم الحقيقة أكثر من نصف، فما أبغى يعني أقول أحد وأنسى أحد، أو كل أحد في الصحافة السعودية الإلكترونية أو الورقية اللي كانوا خلف كشف هذا الخطأ الفادح، ونحن مكملين لهذا الدور. لكن أنا بسأل سؤال يعني قبل أن نأخذ أي اتصالات. أنا أبغاكم تتخيلون معي المشهد، تخيلون يعني فجعة غياب طفل أو حتى ابن كبير عن أسرته فجأة. تخيلوا صوت هذا الطفل وهو ينادي رجال الجوازات أو سلاح الحدود، يقول لهم أنا سعودي، ولا أحد يلقي له بال نهائيا. كانوا على الفكرة بيودون أول شيء الصومال، وبعدين شاءت الأقدار ودوه اليمن. القصة كثير محزنة. لكن معنا الحقيقة مباشرة من اليمن الأخصائية الاجتماعية في دار التوجيه الاجتماعي لرعاية الأيتام الأستاذة أمل مجاهد. أستاذة أمل، أهلا وسهلا بك. طبعا هي الدار التي يتواجد فيها الطفل السعودي حاليا. كيف هي أحوال الطفل السعودي خالد لديكم، وكيف وصل إليكم؟ في البداية وصل إلينا وصل إليكم كيف؟ أنا ما أسمع، لو يكون الصوت أوضح شوي. عفوا، هو وصل إلينا مرحل، كان على أساس أنه طفل يمني. ووصل إلينا مع أطفال آخرين هم من ضحايا التهريب، اللي نعاني إحنا من مشكلة التهريب أصلا. صحيح. هو وصل طبعا إلى فترة طويلة يمني، ومع أصدقائه وصل إلى دار التوجيه الاجتماعي بالحديدة عندنا، وتم دراسة وضعه والكلام معه وتهيئته ومحاولة معرفة أسباب وجوده عندنا. فلما هدأ الطفل وجلس يتكلم وحكى القصة، طبعا مش من أول يوم، ثاني يوم جاء وقال لي أنا بصراحة أنا مو يمني، أنا سعودي. فجلست أتكلم معه وأقول له احكي لي كيف حصلت القصة، كيف كذا كيف كذا. قال لي والله أنا خرجت ألعب مع أصحابي، وبعدين حبيت أتمشى، ولما خرجت أتمشى مسكونا على الجوازات وخرجونا على يمني يعني مرحب. هذه القصة اللي حكاها خالد. طيب، هل زاركم أحد من السفارة السعودية أو مسؤول للتحقيق في هذا الموضوع حتى الآن؟ والله اتصلت لنا السفارة السعودية، اتصلوا وتكلموا معايا وحبوا يسألوا إيش كيف وضع الطفل ويتكلموا معاه. متى تكلموا السفارة؟ هل جاء أحد منهم أخذ الطفل؟ ماذا دار بينكم في المكالمة؟ سألوا عن حالة الطفل، هل قالوا أنهم راح يأخذون هذا الطفل ويعيدون إلى ذويه أم لا؟
في الحقيقة صراحة هم سألوا عن الطفل، كيف عرفنا إنه سعودي وإيش كان كيف كان الكلام مع الطفل، يعني كيف كان وجود الطفل في الدار وكذا. سألوا عن أحواله، هل هو مبسوط ولا شيء. هذا اللي حصل يعني. طيب إذا الطفل لا زال لديكم حتى الآن؟ لا، الطفل أمس تم أخذه من أخذته شرطة الأحداث في الحديدة على أساس إنه تواصلوا مع شرطة الطوال أو أمن الطوال. طبعا هنا وصوله لشرطة الطوال، واليوم تواصل معي جد الطفل وقال لي إنهم شافوه والأسرة جلسوا وتكلموا معاه. طبعا أنت تتكلمين عن الطوال، هي حدودية بين اليمن والسعودية، لكن تكلموا معاه. هل يعني تنوي الشرطة اليمنية تسليمه للسعودية على الحدود أو تنوي تسليمه لأسرته؟ طبعا هو كان المفروض انه يتسلم لاهله، ولكن امن الطوال حبوا انه يتم التسليم بطريقه الاثبات، على اساس انه يتم الاثبات عن انه فعلا هو طفل سعودي. كم امضى عندكم في الدار؟ انه قابلوا بين الطفل واهله في امن الطوال. طيب كم امضى لديكم في الدار؟ ما يقارب الشهرين. وقبلها سألتي وين كان؟ سألته، أيوة، قال لي كان في مركز الطفولة الآمنة في حرب. في حرب. هذه حرب تعتبر تابعة لليمن. أيوة تابعة لليمن. هي منطقة حدودية. نعم منطقة. طيب شكرا لك أمل مجاهد، شكرا لأنكم احتضنتوا هذا الطفل. شكرا لك. يمكن لو كان عندنا كانوا قالوا اثبت لا كان لا أحد احتضنه ولا شيء، يعني لو كانت العملية عكسية ربما لا أعلم. معي الحقيقة يعني أيضا اتصال مهم، وهو جد الطفل الأستاذ عبد الله شراعي. أهلا وسهلا بك. يعني ما الجديد؟ هل استلمتم خالد أم لا زلتم يعني تبحثون عنه؟ تقدرون مني يعني؟ نعم. بارك الله فيك. بالنسبة لي أنا الحين يعني ما أقدر أقول لك أي شيء، لأن عندي شوية شغلات، وإن شاء الله أحدد مثلا أقدر أقول لك كل شيء وأفهمك وتفاصيل وكل شيء. ممكن أقول لك بعد يومين أو بعد يوم كذا. لا ولدكم استلمتوه ولا ما استلمتوه؟ أنا الآن مشغول جدا. يا عم عبد الله، ولدكم استلمتوه ولا ما استلمتوه؟ استلمتوا ولدكم ولا ما استلمتوه؟ والله الولد لسه ما استلمنا لحد الآن. طيب كلمتوا الجهات الأمنية في السعودية ولا لا؟ كلمتوا الجهات، كلمتوا الجوازات، كلمتوا الشرطة، كلمتوا الأمن؟ يا أخي الكلام هذا إن شاء الله نحن نسوق فيه. سمعت ولا؟ والحمد لله الولد طيب، احنا شايف انه وناظر انه انا واخوتي وين شفتوه؟ يا رب العالمين. وين شفتوه؟ وين شفتوه؟ موجود، شفناه في المكان بس موجود الحمد لله. موجود فين؟ في اليمن ولا في السعودية؟ موجود في اليمن ولا في السعودية؟ لا في السعودية، ليس في اليمن ابدا. طيب استلمتوه الآن ولا لسه ما استلمتوه؟ يعني في الحفظ والصون. لا والله لحد الآن ما استلمناه، لأن في شيء بسيط إن شاء الله، شوية إجراءات بسيطة كذا نخلصها إن شاء الله ونستلم. كم عمر الطفل؟ أمان والحمد لله، شفناه إنه بخير وطيب واهتمام جيد، ونشكر كل سواء من الطرفين، من الجهة اليمنية أو الجهة الشمالية، يعني الحمد لله، يعني من جهة اليمن أو من جهة السعودية، يعني معاملة طيبة و يعني إبداع، يعني اهتمام لأبعد الحدود. كم عمر الطفل؟ الطفل عمره 13. 13. طيب شكرا لك عم عبد الله شراعي جد شكرا لك. أنا يعني أبغاكم أنتم يعني كل مسؤول يشوفني الآن شوف وين وصلنا. هذا الرجل جد صاحب حق، جد الطفل صاحب حق، وعنده يعني حالة هلع من الحديث عن حقه. يا أخي أنت راعي حق ومفروض تشكر من؟
يعني تشكر الجمعية على أنهم استقبلوه، لا إشكال في ذلك، لكن تشكر أي جهة سعودية في هذا الأمر لا. إذا 8 أشهر ورحل بهذه الطريقة البشعة اللا إنسانية، لابد أن تعاقب الجوازات إن كان لها سبب، طبعا لها سبب، تعاقب الجهات الأمنية، تعاقب السفارة المتخاذلة. يعني وش يفيد أنه يكلمون كيف حالة الطفل، كيف عرفت أنكم سعودي؟ ليش ما حد راح وسأل وتأكد؟ ليش عندنا السيستم غايب بالاسم، بالحمض، بالأرقام، بالمعلومات؟ هذه مسألة لا تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى عقاب. وترى على فكرة يمكن إحنا اليوم الصحافة دلتنا على هذه الإشكالية، لكن ربما في قضايا أخرى ما حد يدري عنها. فاليوم إذا أحد جاي يعاتب الصحافة السعودية ولا يعاتب التلفزيون، لا، المفروض تشكرونهم، تشكرون، صار دورهم يعني مهم جدا. أنا الحقيقة أطالب بمعاقبة كل من تسبب في هذا الخطأ الفادح، ألا إنساني وألا أخلاقي. عموما ننتقل إلى موضوع آخر. يعني أيضا الزملاء في الإعداد يتحدثون عن تناقض الموضوعين، أنه الأخصائية تقول أنه رحل اليوم إلى مع شرطة الحديدة حتى يشوفون أهله على الحدود، وتؤكد أنه موجود لا زال، بينما الجد يقول أنه موجود لكن في الحفظ والصون. لا أعرف ما هو الحفظ والصون، يعني هل ساجنينه مثلا السلطات السعودية؟ لا أعرف الحقيقة. عموما حتى لو كان في الحفظ والصون وكان موجود، نتحدث عن 8 أشهر غياب، نتحدث عن ترحيل والرجل والولد يقول أنا سعودي، وتحدث عن السفارة. ما أبغى أعيد وأكرر وأعيد في نفس الكلام. أتمنى أنه هذا الأمر يؤخذ بكل وطنية وبكل محبة لكل أفراد شعب المملكة العربية السعودية من كل المسؤولين. وترى ما المسألة ما هي موضوع يعني سبق صحفي سبقونا عليه الصحافة السعودية ويشكرون، لكن حنا نناقش من واقع